أحمد فاتح. الشاب ده صوته أحمد فاتح للأسف أساء لكل العرب وأساء لاسمه أحمد خير الأسامي أحمد، أساء لنفسه وأساء لبلده وأساء للعرب كلهم. شاب منحرف. أحمد بالعيد ولا بالعبد أو أحمد فاتح ده شاب جزائري ترك الجزائر وعايش في أوروبا. هو ليه ميول جنسية، شاب يعني منحرف سلوكيا. اتعرف على شاب سعودي أيضا منحرف جسديا أو جنسيا. الاتنين لقوا بعض، واحد سلبي وواحد إيجابي. أعلنوا جوازهم هما الاتنين. اتجوزوا. الشاب الجزائري اتجوز من راجل أعمال سعودي واتجوزوا في روما بإيطاليا وعايشين مع بعضهم في أوروبا حاليا. الشاب الجزائري عمل عملية تحول جنسي لكن في النصف الأسفل من جسمه، وظل يحتفظ بجسمه النصف الأعلى ذكوري، يعني بدقنه بلحيته بشربه بشعر صدره زي ما هو، لكن النصف الأسفل حوله إلى نصف إنثوي، عملية تحول جنسي. ودي عمليات متعارف عليها في أوروبا. وده مش علشان جوزه رجل الأعمال السعودي، لا، ده علشان كان عايز يجرب ويكون أول عربي مسلم حامل. تخيلوا الوساخة. وفعلا اسمه اتسجل في الموسوعات العالمية كأول رجل عربي مسلم يعاشر جنسيا من قبل رجل آخر ويحصل حمل، بس الحمل تم مجهري وعن طريق مجموعة من الأطباء المشهورين في أوروبا. تم عمل تجويف في بطنه علشان يكون شبه الرحم أو الرحم الأنثوي، وبالفعل حصل إن هو حامل، بقى حامل. ودي صوره وهو فرحان بيتباهى يوميا على صفحته على الانستجرام، بيصور نفسه وبطنه. شهر الأول 45 يوم حمل، أتممت شهرين حمل، أتممت 3 شهور حمل، لغاية ما وصل ل9 شهور حمل وبطنه قد كده. ودي صوره، خلي صوره على الشاشة، ادي صوره وهو ماسك بطنه وفرحان. لو أجمل شيء في الشاب ده إنه يتباهى إنه أول شاب عربي يتجوز رجل أعمال سعودي، وكمان أول شاب عربي بيعلن ذلك، وأول شاب عربي مسلم حامل، لغاية ما جه عملية الولادة اللي سجلها وهو بيتم عملية ولادة قيصرية، وربنا رزقه مايا. الطفلة دي اللي هو قاعد بيحاول يرضعها اهو، شايلها في حضنه ويبص عليها بنظرة الأم اللي فرحانة. بنت بطني، بنت، جاب بنت مايا. يقول لك كنت أتمنى يكون ولد، وياخد نفس التجربة اللي أبوه خاضها. يعني كان عايز يطلع ابنه بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح زي أبوه. شفت يعني الأب اللي بيتمنى لابنه إنه يكون لا مؤاخذة. أول مرة أشوف أب يتمنى إن ابنه يطلع لا مؤاخذة زيه. يعني أنا كل أب بيحب يشوف ابنه أحسن منه، أي أب يحب يشوف ابنه أحسن منه، إلا أحمد ده، أحمد بالعيد ولا أحمد بالعبد، أحمد الفاتح، بيتمنى يشوف ابنه نسخة بالكربون زيه. راجل لا مؤاخذة، نفسه يشوف ابنه لا مؤاخذة، نفسه يشوف ابنه منحرف، نفسه يشوف ابنه لا مؤاخذة بينام على بطنه. المهم خلف مايا ومصورها، والأجمل فيه صورة من الرجالة اللي هي لا مؤاخذة زيه، وهم جايين واحد لابس فستان وشعر صدره قاعد بيبارك له، مبروك اللي جاب لك يخلف لك، نفسي اكون زيك، وهو راجل. تعالوا اوريكم الصور بتاعته اهو. شفت الراجل لابس فستان حريمه وصدره وقاعد جنب الوالده، ما هي احمد والده، فقاعده ومغطينها ويبص لابنه، بتبص لابنها بقى وفرحانه. طبعا الولاده لما تمت بقت حديث السوشيال ميديا في العالم كله. اول عربي مسلم حامل، اول عربي مسلم يولد، اول عربي مسلم بيعلن زواجه من راجل اعمال سعودي. اول بالنسبه في امريكا وفي اوروبا فتح عظيم، لكن بالنسبه احنا عار كبير. وبنشكر الجزائريين ان هم قالوا ما نعرفوش ولا نسمع عنه. مين قال لكم انه فنان جزائري؟ مين قال لكم اصلا انه جزائري؟ لكن الباسبور بتاعه والورق بتاعه بيقول ان هو جزائري. طيب اللي حصل بعد ما حصل التلقيح الصناعي وانجب عمليه قيصريه، وشفنا الصور بتاعته وهو حامل، وشفنا صوره مع الجماعه اللي لا مؤاخذه زيه. الغريب واللافت للنظر ان ابو الطفل رجل الاعمال السعودي ما ظهرش ولا بصور. طب ليه؟ انت راجل متجوز وموافق والموضوع بالنسبه لك عادي جدا، طب ليه ما صورتش؟ رفض تماما يتصور مع الطفله، رفض تماما يعلن عن شخصيته، رفض تماما ان السوشيال ميديا تاخد منه اي تصريح او التلفزيونات الاجنبيه تصور معاه، بحكم ان احنا عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمحش بالحاجات دي. لسه مجتمعاتنا العربيه مغلقه متخلفه، ما بتوافقش على مثل هذه الممارسات. يعني هو جوزها او الراجل السعودي اللي متجوزه ده لما سالوه طب تعالى اعمل معانا انترفيو في التلفزيونات الامريكيه والاوروبيه، طب تعالى اقعد على التجربه الفريده، انت
اول راجل بتتجوز راجل وتخلف، انت اول راجل بتتجوز راجل وبيعلن حمله قدام السوشيال ميديا، انت اول راجل. قال لهم لا، احنا في بلادنا العربيه ما زلنا متخلفين، وما زلنا ننظر الى هذه الاوضاع على انها غير مستحبه، وان اوطاننا العربيه ما زالت تحتاج الى فتره طويله حتى تتقبل مثل هذه الاوضاع وترضى بها، وعمرنا احنا ما هنرضى بيها، لان احنا بندين بدين بيحترم ان فيه راجل وفيه ست، في ذكر وفي انثى. رفضوا، كنت اتمنى اشوف وشه والله، لكن للاسف رفض. المهم بعد ما احمد الفاتح خلف بنته مايا، واللي خلف ما ماتش، اصيب بحمى النفاس. حمى النفاس اللي هو بتيجي للستات بعد الولاده، في بعض الستات بيجي لهم حمى النفاس، هو اصيب بحمى النفاس ودرجه حرارته علت تقريبا. كان المفروض ان هم يوكلوه ويغذوه بفرخه وشوربه زي ما بيحصل عندنا في الريف وفي مصر. تقريبا الاكل في روما وفي فرنسا، ان الولاده تمت في فرنسا، ما غذوهوش الغذاء الكافي. هو كان ناوي يعمل سبوع لبنته مايا، وخاصه انه كان فرحان جدا بيها وكل شويه يبوسها، وكان بيوري صورها للسوشيال ميديا، وهو كان بيصور نفسه يعني. حتى الوضع القيصريه صورها وكان فرحان جدا ان هو اول راجل عربي مسلم بيلد من بطنه. وحتى المجتمعات ما كانش، هو لما كان بينزل فيديوهات ببطنه الناس كلها كانت بتقول لك ده عنده ورم، عنده مرض السرطان، عنده انتفاخ او ميه تحت الجلد، لكن هو كان بيتباهى انا حامل. المهم ان العمليه القيصريه اصيب بحمى النفاس وتوفى، مات عن عمر 28 سنه. هل ده ممكن نقول ربنا يرحمه؟ هل ممكن حد يقول لي واذكروا محاسن موتكم؟ انتوا عارفين ان في الاسلام الجماعه دول معروف العقاب بتاعهم، لكن بغض النظر عشان بس في محاذير وفي مش هنقدر نتكلم بشكل علشان ما نقولش ان احنا ضد ما اعرفش ايه، وان احنا عالم متخلف وعالم ما بيتيحش الحريه، ودي حريه شخصيه، ودي ناس عاديه جدا وناس موجودين بينا وشريحه كبيره عالميا ولازم نشجعهم ولازم نساعدهم، وخاصه انه في اوروبا حتى برامج الاطفال بيشجعوا على كده، برامج الكرتون بيشجعوا على كده، لكن احنا كدوله اسلاميه لا، وضد ده. واللي عمله احمد بالعيد ده كارثه. هو فرحان ان هو سجل في الموسوعات العالميه اول عربي مسلم، واول واحد اسمه احمد. لا مؤاخذه كان في واحد لا مؤاخذه، وهو برضو التاني لا مؤاخذه، وانتم الاثنين ولاد 60 لا مؤاخذه، وتكسفوا على دمكم انتوا واللي زيكم. وترند، لا ترند مصري ولا ترند عربي ولا ترند افريقي، ده ترند عالمي. وصوره احمد اللي انتوا شايفينه فرحان ببطنه ده ترند على كل دول العالم. اول عربي مسلم حامل، اول عربي مسلم احمد حامل، حسبي الله ونعم الوكيل. ترند وكل لازم نتكلم عنه. شكرا.